السلام عليكم يا رامي عيسى. عليكم السلام. كيف حالك يا رامي عيسى؟ ما عرفتني؟ لا عارفك. أنا كرار. حياك الله يا عمو كرار، ما شاء الله. كرار انا اكبر منه بحوالي 22 سنه، بيقول لي يا رامي عيسى وانا بقول له يا عمو كرار. حياك الله، بس بصبر على المهتدين طبعا، لازم اصبر على المهتدين. كرار شيعي مهتدي من العراق. حياك الله يا كرار. اي والله. حياك الله، والله اتفضل. الحمد لله بخير. بتصلي يا يا كرار رامي عيسى ولا بس حبيت بتصلي ولا ما بتصلي؟ الحمد لله والشكر أصلي. حياك بس إنه الله. حبيت أوجه كلام يا رامي عيسى لجماعتي والأصدقاء، اتفضل يا حبيبي. لأن شافوا المقطع مالتي. المقطع اللي انت اعلنت فيه بس إنه هدايتك. أقول إيه، أعلن في هدايتي الحمد لله والشكر يا اه، ربي. اتفضل يا حبيبي. بس إنه حبيت أقول لجماعتي إنه أنا من صغر سني، يعني ما صار سني عن عبث، ولا انه اني تركت اهل البيت. بالعكس انا عرفت اهل البيت وعرفت محمد، الحمد عرفت لله. ال محمد الصحيحين. مو الحمد ال لله. محمد انه الامام علي كل جمل المغشوش ينجر، ولا الحسين التين والزيتون. اي يعني والله. ادري بكم وانتم لعبتوا يعني حتى اهل البيت، يعني شو اقول لك، حكوا عليهم حكوا مو زين. اي والله اي والله يا قرار، ف... انت كده الان تمسكت بآل البيت. فانا الحمد لله بالعكس، وصرت محب لآل البيت ومحب العلي ومحب الآل بيت محمد. مو بس علي، انا احب محمد وآل بيت محمد. اي والله. مو يجيك واحد يقول لك انا احب بس هيك وهيك يعني. فانا انصح جماعتي، انت بدل ما تحكي علي وتقول هذا سني وهذا هيك وهيك، انت جرب تدخل بديني وصلي صلاتي. يعني تجيك اشياء مو زينه، تتغير، انت تتغير، انت من نفسك تتغير. الله يثبتك فهذا يا اللي حبيت قرار يا رب. اوصله يا رامي عيسى. ويعني انا ما اريد اغلط ولا اريد اسبك، طيب انا انا مجرد طالب انه اقول منك الله طلبين يا يهديهم. قرار، طالب منك طلبين. ما انت سمعك. انت عندك يا قرار رقمي الخاص صح؟ نعم عندي رقمك الخاص. طب كلمني عليه حتى نبدأ غدا في حفظ القرآن الكريم. هذا رقم واحد. رقم اتنين يا ان شاء قرار. الله. يا رقم رامي عيسى والله. اتفضل. كمل كمل. رقم اتنين، عايزك تغير صورة البروفايل اللي موجود عندك دوت، لأن هذه الصورة حرام يا ان قرار. شاء الله. ان شاء وفقك الله. الله يا قرار. شكرا ليك يا حبيبي. الله إن يوفقك شاء الله بس. نتواصل. حبيبي حبيبي. شكرا لك يا حبيبي، مع يلا ان شاء السلامة الله. مع السلامة. يلا. أسأل الله أن يهديه، أن يوفقك يا قرار وأن يسعدك. وهنيئا لك يا ولدي على الهداية، وإن شاء الله من بكرة نبدأ كده نثبت بحفظ القرآن الكريم.